السلام عليكم. وقبل ما نشاهدوا كل التفاصيل اللي في هذا الفيديو فنبغي نحيي الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج. التفاعل ديالها طيب مع القناه والجمهور اللي كيتابعنا من المغرب من طنجة الكويره. فاليوم انتهى قبل لحظات اللقاء اللي جمع بين منتخب المغرب ومنتخب الكاميرون للسيدات في نصف نهائي كأس أفريقيا اللي قررت تلعب على ملعب مولاي الحسن دائما، وكان يعتبر أقوى مباراة ربما للمنتخب المغربي في هذه المباراة، في هذه البطولة هذه. فاليوم صراحة منتخب الكاميرون وكان واقف مزيان في الملعب، والسيدات الكاميرون اليوم لعبوا بشكل جيد، ولكن المغرب عنده منتخب صراحة نقوله بكل صراحة منتخب يستحق تنويه، منتخب قادر على الكلمة حتى في كأس العالم المقبل 2027. ان شاء الله الى لقى المسانده ونختار بعض اللاعبات اللي في مستوى ان شاء الله يمشوا بعيد في كاس العالم المقبل، ونكونوا اول منتخب عربي افريقي يتاهل لدور المقبل من البطوله، ونحقق انجاز المنتخبات للرجال الاولى. فمنتخب بالنسبه اليوم حقق اهم شيء هو التاهل للدور المقبل وهو النهائي. ربما قد نواجه الجزائر او مالاوي. على العموم اللقاء اليوم كان لقاء ممتع صراحة، وكان فيه مجموعة من الأمور اللي هي إيجابية شفناها اليوم في هذا اللقاء. بالتوفيق إلى الأطلس وإلى فيديو قادم.